بجد انا اتخضيت وقلبي وجعني على المنظر وبشرتها. من اسبوع بالظبط بعتت لي بنوته على الرساله وبعتت لي صوره وشها وبتقول لي يا دكتور قولي لي الكلام ده طبيعي ولا لا بعد الديرمابين ب5 ايام. بتقول لي ان هي واخواتها الاثنين عملوا ديرمابين في مكان ما ومش عارفين بالظبط هي اللي عملت لهم حطت لهم ايه على وشهم، لكن هما الثلاثه الالتهاب في بشرتهم بقى بيزيد 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 لحد ما وصل للمنظر البشع ده الخطر جدا ده اللي كان اكيد اكيد هيقلب بتصبغ رهيب، غير ان هي عندها حكه رهيبه والم غير طبيعي هما الثلاثه ومش عارفين يناموا من كتر الالم والحكه. هما بعتوا لها اللي حصل لوشهم وقالت لهم ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا حطوا بنسينول. بنسينول ايه؟ بجد بنسينول ايه وطبيعي ايه؟ ده مش منظر طبيعي ابدا. قلت لها وقفي كل اللي هي قالت لك عليه ده واستخدمي كذا وكذا وتابعي معايا كل يومين ايه اللي بيحصل في البشره. الحمد لله بعد اقل من اسبوع في 5 ايام بعتت لي صور بشرتها وبتشكرني جدا وقالت لي انت لحقتيني يا دكتور قبل ما يحصل مصيبه في وشها ويحصل تصبغ غير طبيعي. انا بنبه في كل فيديوهاتي بلاش يا جماعه الديرمابين في اماكن بتعمل بالتكنيك اللي فيه مخاطر كتير قوي ده، تكنيك الدم الكتير العمق الكبير اللي بتمشي بدمها اللي انت اللي بتحط سيرم او بتحط فيتامينات او بتحط حاجات غريبه غير مجهوله الهويه. خدوا بالكم من الاماكن بتروحوا فيها واسالوا عن تفاصيل الجلسه قبل ما تعملوها واسالوا على التكنيك اللي بيتبع والماده اللي بتتحط لكم عشان تطمنوا للنتيجه. يا جماعه بتبعتوا لي كتير على الدي ام المساوئ اللي بتحصل لكم بعد الديرمابين اللي معموله بالتكنيكات دي، التهابات وتورم وحكه والم وتصبغات بتحصل بعد ما الالتهاب بيقل. لكن الكلام ده مش صح، الديرمابين من احلى الحاجات اللي بتتعمل بس تتعمل بطريقه مظبوطه بطريقه امنه بمواد مخصوصه للديرمابين مش فيتامينات ولا سيرمز مش معموله انها تتحط جوه البشره. ابعتولي على الدي ام اي استفسار وانا هرد عليكم.